السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أبناء التلاميذ؟ سنتحدث اليوم عن عملية الضرب وكيف نقوم بحفظ جدول الضرب. الهدف من هذا الفيديو هو استيعاب مفهوم الضرب والتعرف على إشارته. معلمتي، لقد حفظت جدول الضرب. أنت ممتاز يا تلميذي العبقري. يجب عليك الآن أن تستخدم جدول الضرب في حياتك. كيف أستخدمه في حياتي؟ يجب أولا أن تعرف ما هو الضرب ومتى تستخدمه. هل تستطيع أن تخبرني عدد الكرات بسرعة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تأخرت في العد يا تلميذي العبقري، فهناك طريقة أسرع في إيجاد العدد وهي عملية الضرب. الكرات موزعة في 3 مجموعات، في كل مجموعة 4 كرات، أي أن هناك 4 كرات في 3 مجموعات، ونحن نحفظ أن 4 ضرب 3 تساوي 12 كرة، أي أننا وجدنا الناتج بدون أن نعدها واحدة تلو الأخرى أو أن نقوم بجمعها 4 زائد 4 زائد 4. فعملية الضرب تسهل علينا إيجاد الناتج بسرعة، أي أن 4 ضرب 3 يساوي 12 كرة. نحن نستخدم الضرب لإيجاد أعداد أشياء موجودة في مجموعات متساوية. فمثلا لدينا 3 سيارات في 5 مجموعات، كل مجموعة من هذه المجموعات تحتوي على 3 سيارات، ف3 سيارات موجودة في 5 مجموعات يساوي 15 سيارة، كما حفظناها في جدول 3 في 5 تساوي 15. وكلمة سيارة ضرورية لأنها تمييز لل15، هي 15 ماذا؟ 15 سيارة. إذن عملية الضرب أو جملة الضرب نكتبها بهذه الطريقة: 3 سيارات في 5 مجموعات. إذن 3 ضرب 5 يساوي 15. لقد فهمت الآن. نحن نحفظ جدول الضرب حتى نستخدمه في حياتنا لإيجاد مجموعة أشياء مرتبة في مجموعات. أحسنت أيها التلميذ العبقري. أنا الآن مستعد لحفظ جدول الضرب واستخدامه في حياتي. هل يمكنك أن تعطيني تمارين لحلها يا معلمتي؟ هل أنت مستعد؟ نعم. قبل أن نبدأ أردت أن أخبرك بمعلومة مهمة، ما هي؟ إن عملية الضرب عملية إبدالية. ما معنى عملية إبدالية؟ تعني أن 3 ضرب 5 يساوي 5 ضرب 3، لأن 3 ضرب 5 تساوي 15، و5 ضرب 3 تساوي 15، وهذه الخاصية تسمى بالخاصية الإبدالية، توجد في الضرب وفي الجمع أيضا. عندي سلتان من المانجو، في كل سلة 3 ثمار من المانجو. ما مجموع الثمار؟ نستطيع أن نستخدم العد واحدة تلو الأخرى، ولكن الأسهل هو عملية الضرب. فعملية الضرب تقول إن هناك 3 ثمار من المانجو في مجموعتان، إذا 3 ضرب 2 يساوي 6 ثمار من المانجو. عند فاطمة مجموعتين من الدماء، في كل مجموعة 5 دماء. كم عدد الدماء عند فاطمة؟ إذا لدينا مجموعتان، في كل مجموعة 5 دماء، إذا هي 5 ضرب 2، 5 دماء في مجموعتان، 5 دماء في مجموعتان، 5 ضرب 2 يساوي 10 دماء. في القرية كانت المنازل مرتبة في 3 صفوف. الصفوف هذه: هذا الصف الأول، هذا الصف الثاني، وهذا الصف الثالث. في كل صف 6 منازل. هذه الصفوف في كل صف 6 منازل. بكل بساطة نستطيع أن نحسب عدد المنازل في هذه القرية باستخدام عملية الضرب.
من خلال حفظنا لجدول الضرب ثلاثة صفوف ضرب عدد المنازل في الصف الواحد وهي 6. إذا 3 ضرب 6 يساوي 18 منزلا. التمييز كما قلنا يجب أن يلحق بالعدد. نستطيع بسهولة حسابة أي شيء مرتب في مجموعات. ننظر إلى هذا المثال. اشترى أبي سلة تفاح بها 6 أعمدة من التفاح. هذه 6 أعمدة: 1 2 3 4 5 6. في كل عمود 4 تفاحات. في كل واحد من هذه الأعمدة 4 تفاحات. كم عدد التفاح في السلة؟ بكل بساطة وبحفظ جدول الضرب سأقول إن 6 وهي 6 أعمدة ضرب 4 يساوي 24 تفاحة. إذا حفظ جدول الضرب يسهل علي عد الأشياء المرتبة في مجموعات أو مرتبة في أعمدة وصفوف. إذا عملية الضرب مفيدة جدا. هيا يا أصدقائي عليكم بحفظ جدول الضرب كصديقتنا اليمامة التي حفظت جدول الضرب. 5 في 1 5 5 في 10 5 في 50 5 في 2 10 5 في 9 5 في 9 45 زين 5 في 3 5 في 3 15 5 في 4 5 4 20 زين 5 في 5 5 في 5 25 5 في 7 5 في 7 35 5 في 6 5 في 6 30 1 في 4 1 في 4 4 4 في 10 4 40 4 في 2 4 2 8 4 في 9 4 في 9 4 في 9 4 في 9 6 في 30 زين 4 في 3 4 في 3 12 زين 4 في 8 4 في 8 32 زين. الشكر الجزيل للأم الفاضلة على جهودها في مساعدة التلميذة العبقرية على حفظ جدول الضرب، وأريد من الجميع الاقتداء باليمامة في حفظ جدول الضرب.